السلام عليكم. تخيل تكون غادي في طريق خاوية، شوية تجي عينيك على واحد المنظر كيحبس الأنفاس وكيحبس الدم في العروق ديالك. جثة هامدة مليوحة في جنب الطريق، رجليها ويديها مربوطين بحبال، وعلامات ديال التعذيب وحشي باينة على وجهها، وباينة أنه اللي دارها ما فيهش الرحمة. هذه ماشي لقطة من فيلم، ولكن هذه جريمة وقعات في مراكش سنة 2009. في الأول كلشي مشى مع بالو مع شي كسيدة ولا شي تصفية حسابات ولا اختطاف أو اغتصاب، ولكن فاش رجال الأمن دخلوا على الخط وبداو كيقلبوا في المحيط ويفكوا في الخيوط، لقاو راسهم قدام واحد اللغز كبر بزاف. لقاو جثة في الطريق، ولكن مسرح الجريمة الحقيقي كان مخبي وراء أسوار دار آمنة. السر هنا كيتعلق بالشك، كيتعلق بالغيرة، وكيتعلق بخيانة مفترضة اللي قلبات كاع الموازين ديال هاد الجريمة هادي. خليكم معنا حتى نهاية القصة باش تعرفوا الأحداث ديال هاد الجريمة هادي. وكما العادة ما تنسوش ديروا جيم وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. واحد النهار في مدينة مراكش سنة 2009 مع تقريبا 6 ديال الصباح، الجو كان بارد والظلمه مازال كاينه، مازال ما طلعت الشمس. واحد المجموعه ديال العمال الفلاحيين واقفين في جنب الطريق كيتسناو الكاميون اللي غادي يهزهم يديهم يخدموا في الفارم فاش كيخدموا باش يبداو النهار ديالهم. في هاد الوقيته بنت لهم واحد الطوموبيله كحله ديزا حداهم بسرعه، بعدات عليهم تقريبا بواحد 700 حتى 800 متر وهي توقف. وقفات، نزل منها واحد السيد، حل الكفر ديال الطوموبيل، هز شي حاجه من الكفر ديال الطوموبيل حطها في جنب الطريق، وعاود ركب في ديك الطوموبيل وهي تمشي بنفس السرعه باش كانت دايزه حداهم. هاد العمال هادو اللي كانوا كيتسناو جاهم الفضول، خلاهمش يسكتوا، بداو مجمعين بيناتهم اش نديروا، واش نمشيو نشوفوا شنو حط هادوك تما، علاش جابوه حطوه تما، علاش هاد الوقيته. المهم بداو مناقشين بيناتهم. هنا واحد 3 فيهم قرروا انهم يمشيو يشوفوا اشنو تحط تما. فعلا مشاو، ملي وصلوا للبلاصه كانت الصدمه. لقاو جثه ديال المراه مليوحه في الارض، يديها ورجليها مكتفين بالحبال، لابسه حوايجها كاملين، غير هو وجهها كيبان شابع ضريب ومعنف بشكل واضح، يعني الوجه ديالها كامل مضروب. بقاو هاد 3 واقفين ما عرفوش شنو يديروا، واش يبلغوا البوليس ولا يمشيو في حالهم بحال ما شافوا والو. ولكن هاد الشيء كان كيبقى خطر كبير، حيت اي واحد كيشوف جثه او كيشوف اثار ديال شي جريمه وما كيبلغش عليها راه كيدخل راسو في مشكل قانوني، لانه ممكن شي واحد يشوفك في هذيك البلاصه ويعطي الاوصاف ديالك للمحققين وتلقى راسك متهم بلا ما تكون دخلتي للقضيه اصلا. الحل الوحيد هو التبليغ، وفي الاخر قرروا يبلغوا الشرطه. بلغوا المداومه اللي شاده لا بيرمانونس داك النهار، عاودوا لهم القصه شنو فيها. جاو الناس او الشرطه اللي كانت مداومه، جات معاهم الدوريه ديال الشرطه القضائيه لعين المكان، بداو في المعاينه ديالهم. اول حاجه لاحظوها هي انه المراه ماشي شي مراه اللي كبيره، تكون في العقد الثالث من العمر ديالها، اي تقريبا تكون عندها 34 35 سنه. ما كاينه حتى شي وثيقه اللي كتثبت الهويه ديالها. لقاو واحد الصاك مليوح حداها تما، حلوه قلبوه، لقاو فيه واحد البزطام صغيور فيه واحد 50 درهم تقريبا، وفي الصاك ديالها كاين غير الماكياج ديالها، ما لقاو حتى شي حاجه اللي كتثبت الهويه ديالها. هنا اتصلوا بالفرقه ديال الشرطه العلميه اللي مسؤوله على مسرح الجريمه، علموا النيابه العامه بمحكمه الاستئناف، داروا الاجراءات القانونيه ديالهم كامله. بقاو كيقلبوا تما ولا يشوفوا الاثار ديال الطوموبيل، ياك ما كاينه شي حاجه طاحت لهذاك السيد اللي هباط. المهم بداو كيقلبوا في مسرح الجريمه، قلبوه مزيان ياك ما تكون فيه شي حاجه اللي غتوصلهم للجاني شكون هو. خداو الصور ديال الجثه والصور ديال الامكنه، مسحوا المكان بدقه كامل، وهنا نقلوا الجثه للمستودع باش تخضع للتشريح الطبي باش يحددوا السبب ديال الوفاه. والاهم من هذا كامل انه تحدد الهويه ديال هاد المراه هادي شكون هي. هادوك 3 ديال العمال اللي لقاو الجثه تسجلات معاهم المحاضر ديالهم كشهود، كيقولوا حنا خدامين كنا جالسين، دازت حدانا واحد الطوموبيل كحله بانت لينا غاديه بسرعه، وقفات مشينا لقينا الجثه وعلمناكم. المهم عاودوا داكشي كاملو اللي كان. من بعد ما لقاو الجثه بنهار، البصمات بانوا، النتائج ديال البصمات اللي تخداو بين انه
البنت اللي توفات الاسم ديالها سعاد، العمر ديالها 32 سنه، مطلقه، ما عندهاش اولاد، وساكنه في الضواحي ديال مدينه مراكش. البطاقه الوطنيه ديالها او المعلومات اللي كاينين عليها على حسب البطاقه الوطنيه تفيد بانها عامله، ولكن ما محدداش بالضبط اش من مهنه اش من مهنه كتمتهن، او عامله في اش بالضبط. الفرقه الوطنيه هنا او الفرقه المسؤوله عن البحث مشات للعنوان اللي مسجل في البطاقه الوطنيه ديالها. مشاو لذاك العنوان كيلقاو فيه الام والاخت ديال سعاد، وتبين انه الاب ديالها توفى شحال هادي. بداو التحقيق مع الام بحذر، بداو كيسولوها غا بالفن. الام كتقول انه بنتها ما ساكناش معاها، ساكنه في مدينه مراكش، وانها هما ساكنين في الضواحي ديال المدينه. بحكم انها كتخدم في مراكش ما يمكنش ليها كل نهار تبقى تمشي وتجي، لهذا كانت ساكنه في مدينه مراكش. الام كتقول انه بنتها بنت طيبه، زعما ما فيهاش المشاكل، هي المعين الوحيد ديال العائله من بعد ما توفى الاب ديالها، هي اللي كتصرف عليهم، وانها كانت تزوجات وطلقات تقريبا 5 سنين هذه، ولكن ما بقاش عندها حتى شي احتكاك مع الزوج ديالها او مع الطليق ديالها. والطليق ديالها الام ديال سعاد ما قالت عليه حتى شي حاجه اللي خايبه، قالت عليه غير كلام زوين. قالت لهم انه راجل زعما هادئ ما فيش المشاكل، غير انه العلاقه بيناتهم ما نجحتش وطلقوا، هما بيناتهم ما تفاهموش وطلقوا، داروا طلاق اتفاقي. هنا الام من بعد ما خداو المعلومات ديالها كامله غادي ياخدوها معاهم يديوها للمستودع ديال الاموات من اجل التعرف على الجثه. مشات الام والاخت مع البوليس، تعرفوا على الجثه، وهنا الام انهارت والابنه او الاخت انهارت. اكدوا انه ديك الجثه فعلا ديال الاخت ديالهم، وخداوهم من بعد ما فاقوا من الصدمه، داوهم خداو الاقوال ديالهم اللي كيقولوا فيها انه فعلا هذيك اختنا وها فين ساكنه بوحدها وحنا ساكنين بوحدنا وانها طلقات. المهم خداو الاقوال ديالهم وقالوا كاع المعلومات اللي كانوا عطاو لرجال الشرطه في الاول. البوليس هنا وكاجراء عادي اول واحد غادي يبداو معاه التحقيق هو الطليق ديال سعاد. غادي يستدعيو الطليق ديالها كمشتبه فيه باش يديروا معاه البحث. هنا كيبقى غير مشتبه به ماشي متهم، حيت هنا الفرق يكون واضح في المسطره الجنائيه. المشتبه فيه كيبقى في مرحله البحث، والمتهم هو اللي كتوجه ليه تهمه رسميه الى توفرات ضده شي قرائن. المهم السيد عيطوا ليه، كيلقاو انه تزوج، يعني من بعد ما طلق من سعاد تزوج، ولاو عنده ولاد، خدام في واحد لوزين، وحياته مستقره. حكى القصه ديالو مع سعاد، قال لهم فعلا كنت كنبغيها وتزوجت انا وياها، ولكن للاسف فاش تزوجنا ما تفاهمناش. اشنو السبب اللي ما خلاهمش يتفاهموا؟ ما دخلش معاهم في التفاصيل. قال لهم ديك السيده ما تفاهمتش انا وياها، علم الله شنو كان بيناتهم، ومن حقه هذاك كيحترم السيده اللي طلقها وما بغاش يقول للبوليس شنو هو السبب اللي خلاهم يطلقوا. غير اللي قال هو انه قال لهم من نهار طلقتها ما بقيتش مشيت عندها ولا عرفت فين ساكنه بالضبط. قال لهم الحاجه الوحيده اللي عرفت هي سمعت انها ما ساكناش مع والديها، ساكنه في مراكش. فين ساكنه بالضبط ما عرفتش، ما عمرني هضرت معاها، ما عمرني عرفت عليها شي حاجه. البوليس خداو الاقوال ديالو، فحصوا التليفون ديالو ياك ما كانت عنده شي مكالمه معها ولا شي حاجه، ما لقاو حتى شي مكالمه معها. هذيك الوقيته اللي طلقات فيها الجثه كاين ما يثبت انه السيد كان في دارو، وفي ذاك الصباح خرج من دارو ومشى للخدمه. يعني السيد ما كاينه حتى شي حاجه ضده، وتبين فعلا انه بعيد كل بعد عن القضيه. وزيدوا الام ديال الضحيه اكدت انه السيد الله يعمرها دار، واخا وقعوا لهم مشاكل معاه، واخا طلق الابنه ديالها كتهضر عليه بالزوين، يعني السيد ما كاينه حتى شي حاجه ضده. وعلموا النيابه العامه وطلقوا السيد يمشي في حاله. البوليس لحد الساعه ما عندهم حتى شي مشتبه به، وما عندهم حتى شي واحد اللي وجهوا ليه التهمه، ولكن باقي ناقصينهم جوج ديال المعلومات مهمه. اول معلومه هي هاد السيده فين كانت خدامه، وثاني معلومه مهمه هي هاد السيده هذه فين كانت ساكنه، حيت هما ما عارفينهاش فين كانت ساكنه، حيت في البطاقه الوطنيه لقاو فيها العنوان ديال العائله ديالها. هنا البوليس غينتقلوا عند العائله ديال سعاد، غيسولوا الام والاخت ديالها واش عرفتوها فين كانت ساكنه. سعاد كانت ساكنه في واحد الحي في مراكش،
وكانت تقريبا يلا واحد 5 شهور ولا 6 شهور باش انتقلت، مشات لواحد الحي واحد اخر. الام ديالها كتقول انا عارفه فين كانت ساكنه في الاول، ولكن الاخت ديالها اكدت انها كتعرف فين ساكنه دابا مؤخرا، حيت قالت لهم كاع ما بعيدش الحال باش انا مشيت عندها. غياخذوا الاخت ديالها وغيقولوا لها الله يرضي عليك يلا معنا ورينا اختك فين كانت ساكنه. فعلا مشات معاهم الاخت ديالها، وصلوا للبلاصه فين كانت ساكنه البنت، عيطوا لمول الدار استدعاوه، جا حضر باش يحضر معاهم، طلبوا الاذن من النيابه العامه باش يفتحوا الشقه يشوفوا واش غيلقاو فيها شي حاجه اللي تفيد البحث. بحضور الاخت ديالها وبحضور مول الدار فاش كانت ساكنه، حلوا دخلوا لديك الدار، كانت كاريها كتخلصها بالخلصه ديالي كانت كتخلص. لقاو انه الدار مرتبه مزيان نقيه، ما فيها حتى شي اثار اللي كيبين انها شي مسرح جريمه. فيها واحد البيت ديال الناس، واحد الصالون صغيور، واحد الكوزينه صغيره وحمام، وما كاين لا دم لا فوضى، ما لقاو حتى شي حاجه اللي كتبين انه كان تما شي مسرح، انه هذاك مسرح جريمه او وقعت شي جريمه تما. هذاك الشيء كيبين انه البنت ما تقتلاتش وتدارها، انها سدات باب هذاك النهار وخرجت، ولكن للاسف ما رجعتش. هنا البوليس غيبداو يسولوا الجيران ديال سعاد اللي ساكنين حداها تما. الجيران بدون استثناء كلهم هضروا عليها بالخير، كيقولوا انها الله يعمرها دار، ما كانت بنت مثابره، وقالوا انها كانت كتخدم الصباح والعشيه. سولوهم البوليس كيفاش كانت كتخدم الصباح والعشيه، قال لهم ودي راه الصباح كانت كتخدم في واحد الشركه ديال النظافه، كتمشي للادارات، اي انه هاد البنت سعاد كانت خدامه في واحد الشركه، حيت كما كتعرفوا كاينين شركات اللي ما كيبغيوش يديروا لي فام د ميناج ديالهم. اشنو كيديروا؟ كيشوفوا شي شركه ديال النظافه هي اللي كتعطيهم الناس ديالها، وهما كيخلصوا الشركه د النظافه. اي هادوك لي فام د ميناج ما كيكونوش تابعين للشركه، ولكن كيكونوا تابعين للشركه د النظافه، كتسمى سوت خيطونس. هذه هي الخدمه ديالها، كتمشي مع الصباح، قالوا لهم كتخدم في هذيك الشركه د النظافه، كتخدم في شي ادارات غير الصباح، والعشيه قالوا انها كانت كتخدم في شي دار خاصه في بعض العشيات، ماشي ديما، مره لا عيطوا لها دوك الناس كتمشي عندهم. البوليس هنا خداو الاقوال ديال الجيران وغادي يمشيو لهذيك الشركه ديال النظافه اللي قالوا انها كانت خدامه فيها. غادي يسولوا المسؤول غادي يقول لهم ودي فعلا انه السيده ما عمرنا ما جانا منها زعما شي مشكل، ولا جا منها شي زعما تشكى منها شي واحد ولا غيبات. قال لهم كانت مواظبه ما فيهاش المشاكل، وقال لهم انه نهار فاش وقعت الجريمه كان مفروض انها تجي الصباح للخدمه ديالها. قال لهم جات في الوقت اللي موالفه كتجي فيه، خدمات، قال لهم ومشات في حالها عادي، ما كانت حتى شي حاجه زعما اللي كتدل انه السيده وقع لها شي مشكل في الخدمه ولا شي حاجه. كان نهار في الخدمه بالنسبه لها عادي بحال كاع الايامات. جات مشات للاداره اللي غتخدم فيها، جات حطت المسائل ديالها في الخدمه ومشات في حالها. لحد الساعه ما كاينه حتى شي حاجه اللي كتفيد التحقيق، لا في الاقوال ديال هادو، لا في الام ديالها والاخت ديالها، لا في الطريق ديالها. لحد الساعه باقي الملف ما التحقيق مازال ما وصل حتى شي حاجه في هذه القضيه هذه. البوليس هنا يحاولوا يديروا واحد الخطوه ذكيه، هي انهم غادي يعيطوا للمقدم ديال ديك الحومه فين ساكنه سعاد، وغادي يسولوه اشنو كتعرف عليها، واش عمرو شاف، حيت كما كتعرفوا المقدمين واخا هكا كيكونوا عارفين بزاف ديال الحوايج على الناس اللي عندهم في الحومه. واش عمرك شفتيها طلعت مع شي واحد في شي موطور ولا طلعت مع شي واحد في شي طوموبيل؟ هنا البوليس كانوا كيقلبوا على ياك ما السيده عندها شي علاقه مع شي شخص اخر اللي والديها ما عارفينوش ولا الاخت ديالها ما عارفاش. ولا المقدم ما فادهم بحتى شي حاجه. قال لهم صراحه من الناس اللي ما عمرني شفت عليهم شي حاجه. قال لهم ولكن راه كاينه واحد البنت ساكنه حداها تما قريبه لها، هي مع من كتعمر بزاف، هي مع من كنت كنشوفها بزاف، هي اللي تقدر تعطيكم زعما لا شنو كاين، هي اللي عارفه، تكون عارفه عليها اكثر مني انا، بحكم انها كانت كتعمر معها بزاف. البوليس فعلا عيطوا للبنت اللي كانت كتكون مع سعاد، سولوها على العلاقات ديالها، واش عندها شي علاقه بشي شخص كتعرفو، واش كان كيجي عندها شي واحد. البنت صاحبة سعاد اكدت لهم انه سعاد ما كانتش باغا تصاحب مع حتى شي حد، بحكم داك العلاقه اللي وقعت لها او الطلاق اللي وقع لها مع الزوج ديالها. كانت السيده ضد شي حاجه سميتها الزواج، ضد شي حاجه سميتها التصاحب. حتى شي واحد ما كان عارف اشنو هو المشكل اللي واقع لها مع راجلها، حتى صاحبتها ما كانت عارفه شنو هو المشكل اللي كان عندها مع راجلها. الحاجه الوحيده اللي كانت عارفه هي انها كانت كتكره شي كلمه سميتها نتصاحب مع هذا ولا نتزوج. قالت لي كانت الهم ديالها الوحيد هو انها
تعيش عائلتها معيشه مزيانه، ما يحتاجوا حتى شي حاجه، بحكم انه الاخت ديالها باقا كتقرا. كان الهم ديال هاد السيده هادي هو انها تخدم وتصرف على العائله ديالها. داز تقريبا واحد 5 ايام من بعد ما استنطقوا هاد البنت هادي، وما كاينه حتى شي حاجه جديده. هنا الضابط اللي مكلف بالملف غادي يراجع، وهو غيرجع يعاود يشوف الاقوال ديال الناس كاملين، حيت كان حاس انه كاينه شي حلقه ناقصه، كاينه شي معلومه ما ردوش ليها البال، كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك، شي حاجه ما ردوش ليها البال وما تاكدوش منها. ملي رجع كي يشوف الاقوال ديال هذا ديال الجيران، الحاجه اللي قالوا هي انه كانت خدامه في شركه النظافه. سولوا الجيران، سولوا المقدم، ولكن حتى شي واحد ما سول على ديك القضيه ديال انها بالعشيه كانت كتخدم في الديور. هاد القضيه ربما تنسوها، ربما ما عطاوهاش قيمه. المهم هنا ردوا البال على انه في الجيران قالوا انها كانت كتخدم في شي في الديور، واش دار وحده ولا كانت كتخدم في عده، في بزاف ديال الديور كانت كتمشي للموقف في بعض العشيات، اي انها ما كانتش واحد الدار كتمشي تخدم فيها يوميا، بل كانت مره في شحال كتمشي تخدم في هاد الدار هذه. عيطوا لديك صاحبتها وعاودوا سولوها على هاد القضيه هذه ديال قلتوا الناس راه سولناهم قالوا انه سعاد كانت كتخدم في واحد الدار، واكدت لهم فعلا انه فعلا كانت كتخدم في الدار، وقالت لهم ماشي دار بل كانت كتخدم في فيلا. قالت لهم وانا كنعرف هاد الفيلا اللي كانت كتخدم فيها فين كاينه، هي فيلا ديال واحد التاجر كان معروف في ديك البلاصه، كان سميتو الحاج دريس، راجل اللي معروف بين الناس انه الله يعمرها دار وينتمي لعائله محترمه. هنا الفرقة المكلفة بالبحث مشات للفيلا، دقوا الباب، خرج عندهم واحد السيد تقريبا في الستينات من العمر ديالو، كبير، وهما كيعرفوه حيت السيد معروف. هو حاول يعرف براسو، البوليس عرفوا براسهم، السي دريس كي داير كلشي بخير، وقالوا له ودي عافاك واش ممكن تمشي معنا، راه واحد السيده قالوا لنا كانت كتخدم عندكم، راه لقيناها ميته وبغينا نسولوك عليها. الحاج قال لهم مرحبا، مشى معاهم. هاد الحاج دريس هذا كان سيد مزوج وعنده واحد الابن الاسم ديالو يوسف. يوسف خدام في واحد المقاوله اللي كدير الاستيراد والتصدير. المهم السيد كيبان بعيد على اي مشكل. سولوه اول سؤال، سولوه المحققين او سولوه الضباط، هو انه انت فين كتعرف هاد السيده هادي اللي سميتها سعاد؟ قال لهم ودي هاد سعاد هادي كنعرفها انا تقريبا 3 سنين هادي، كانت كتجي عندي للبيرو ديالي، هذيك الشركه كانت كتصيفطها ليا باش تسيق لي البيرو ديالي، وكانت باينه واحد السيده اللي ظريفه الله يعمرها دار، ما كتكثرش الهضره، ما عمرني شفت فيها العيب. وواحد النهار كنهضر انا والزوجه ديالي، بحكم اننا دوزنا بزاف ديال الخدامات كل وحده كيفاش دايره ما تفاهموش مع مرتي. كنت واحد النهار كنهضر انا والمراه، قالت لي خدامه، قلت لها شوفي راه واحد السيده كتجيبها لي واحد الشركه خدام كتخدم عندي، كتجي الصباح كتسيق، الا محتاجه خدامه، الا بغيتي غير اللي يسيق لك وهذا، راه كاينه هاد السيده، انا غناخذ النمره ديالها ونعطيها لك، وقت ما احتاجيتيها عيطي لها في التليفون، تجي تقضي داكشي اللي غتقضي وتمشي في حالها، بحكم انها في الصباح راه كتخدم في شركه ما يمكنش ليها تجلس عندنا ديما. قالت ليه مرتو صافي الله يسخر جيبها نجربوها. فعلا داكشي اللي كان، قال لهم سولتها واش تقدر دير، حيت قال لهم انا ما كنتش عارفه واش كتخدم غير الصباح. سولتها قالت لي صافي الله يسخر، خديت نمرتها عطيتها للمراه، بقات مره كتجي عندها. زيد شنو كتعرف عليها مازال؟ قال لهم ودي صراحه كانت كتخدم عندنا شي ايام، وما عمرني ما شفت منها شي حاجه ديال العيب من غير الامانه والاحترام. قال لهم اللي قدرني عليه الله كنعاونوا بها، عارف انها من عائله، انها خدامه على عائلتها، فين ما قدرت من غير داكشي اللي كنخلصها راه كنت كنتعاون معاها. الحاج هادشي اللي قال. فين كنتي نهار وقعت الجريمه؟ قال لهم ودي انا ذاك النهار كنت الدار بيضاء، كانت عندي شي خدمه في الدار بيضاء، وعطاهم تفاصيل دقيقه بانه كان في الدار بيضاء. واخا شنو هو اخر نهار كانت فيه السيده، اكد لهم انه ذاك النهار فاش وقعت الجريمه انه كانت هذيك السيده غادي تجي، بحكم انه هو سافر مع الصباح، ولكن كان عارف انه سعاد هذيك العشيه غادي تجي عند مرته. مزيان. مشاو جابوا الزوجه ديال الحاج دريس، هي حتى هي هضرت على سعاد انها الله يعمرها دار، انها ماشي بحال الخدامات الاخرين اللي فايتين جاو عندها للدار، انها بنت محترمه، ما عمرها دخلت للدار بشي لباس ماشي هو هذاك، ما عمرنا شفنا فيها العيب. المهم سولوها عده اسئله اللي جاوبت عليهم، وقالوا ليها شنو هي او شنو هو اخر نهار شفتيها فيه ولا اخر نهار جات عندك فيه. هنا كانت المفاجاه،
ما قالتش داك النهار اللي راجلها قال انها ممكن انها كان داك النهار في السفر اللي وقعت فيه الجريمه هو النهار فاش السيده غتجي. السيده قالت واحد 3 ايام قبل ما توقع الجريمه. هنا البوليس بدا كيدخلهم الشك، سولوها قالوا لها ودي ولكن راه راجلك الحاج دريس راه كيقول انه داك النهار كنتي انت غتعيطي ليها باش تجي، نهار هو كان غيسافر كنتي انت غتعيطي لها باش تجي. هنا السيده بحال الا تصدمت قالت لهم هي فعلا كنت غنعيط لها ولكن صافي ما بقيتش عيطت لها حيت مشيت عند واحد اختي كاينه في واحد البلاصه، مشيت قضيت انا وياها واحد الغرض. واخا جابوا الابن ديالها سولوه، ولدها اللي هو يوسف عطى تقريبا نفس الشهاده ديال مو انه ما عنده حتى شي احتكاك بالخدامه وكيشوفها مره وانه ما عمره شاف فيها العيب. سولوه شنو هو اخر نهار جات، هو ما عطى حتى شي معلومه، قال لهم ودي ما عرفتش انا ما كنعقلش حتى من نهار كتجي وش من نهار ما كتجيش. المهم هو ما دخلش داك السوق. هنا البوليس بقات عندهم واحد القضيه هي الاختلاف ديال الاقوال اش من نهار كانت السيده تما بين الزوج والزوجه. يعاودوا يجيبوا الزوجه وهنا تعاود تاكد لهم قضيه ديال انها مشات عند الاخت ديالها في ذاك النهار وانها ما عيطاتش لسعاد باش تجي تخدم. هنا البوليس اول حاجه غيديروها غيتجهوا نحو الاخت ديالها وغيسولوها على واش فعلا اختك جات عندك ذاك النهار، حيت قالت لهم مشينا للسوق وقضينا شي اغراض من هنا وهنا. الاخت ديالها للاسف نكرات، قالت لهم ودي صراحه ما جاتش عندي، الحقيقه هي هذه اختي ذاك النهار ما جاتش عندي. هنا البوليس بداو كيتحلوا لهم عينيهم على واحد القضيه اخرى، هي انه ممكن المراه ديال الحاج تكون عندها علاقه بهذه القضيه هذه. واول حاجه غادي يقرروا يديروها هي انهم غيمشيو يفتشوا الفيلا ديال الحاج. خداو الاذن من عند النيابه العامه وغادي يمشيو للفيلا باش يقلبوها. وصلوا للفيلا دخلوا بيت ببيت، قلبوا كل بيت بوحدو، دخلوا البيت ديال الدري يوسف، دخلوا لكاع البيوت اللي كاينين في الدار، الكوزينه، كلشي كان مرتب، ما كاين حتى شي اثار مشبوه، لا دم لا فوضى، ما كاين حتى شي حاجه. وهما خارجين من الدار ردوا البال للكراج. هاد الكراج شنو فيه؟ قال لهم داك يوسف فيه الطوموبيل. حلوا الكراج كتبان لهم طوموبيل كحله واقفه في وسط الكراج، كحله مرسيدس بحال الطوموبيل اللي دوك الناس قالوا انها دازت من حداهم. هنا رجعت الاذهان ديالهم الشهاده ديال دوك 3 ديال العمال اللي شافوا طوموبيل مرسيدس بنفس الاوصاف تقريبا داك النهار. سولوا يوسف قالوا لي الطوموبيل واش ديالك؟ قال لهم ايه ديالي. فتحوا الكفر. اول حاجه ردوا لها البال هو انه كانت واحد الجلده، كاينه واحد الجلده في الكفر، دوك الجلادي العاديه اللي كتعرفوا، وتحت منها كاين ديك الرويضه الاحتياطيه اللي كتكون. المهم كلشي مزيان مرتب مقاده، ما كاين حتى شي اثر. ولكن واحد من دوك البوليس حل هذيك الجلده، حاول يهزها واكتشف انها هي غير جلده فوق واحد الجلده فوق واحد الطابيه واحده اخرى. فاش حيد هذيك الجلده الاولى كيلقى طابيه ديال الطوموبيل الاصليه. هنا ردوا البال انه كاين شي بقع ديال الدم متيبسه صغيره، ولكن واضحه الا رديتي البال مزيان كتبان لك انه بقع ديال الدم، حيت الدم فاش كيتخطر كيعطي واحد اللون بوحدو. هنا سولو يوسف قال له هاد الدم هذا ديالاش؟ ما جاوبهم حتى شي حاجه، بدا كيدخل وخرج في الهضره. هنا اول اجراء غادي يديروه غادي ياخذوا يوسف من اجل الاستنطاق، وغادي تحجز السياره كدليل وغينقلوها لمركز الشرطه باش تخضع الفحص ديال الشرطه العلميه باش ياكدوا واش هذاك دم وواش فعلا هذاك الدم لا دي ان ديالو مطابق لا دي ان ديال سعاد. هنا ما خداوش الابن بوحدو، خداو حتى الام ديالو، حيت الام ديالو نكرات انه سعاد كانت داك النهار في الدار، والاب عاود اكد انه هي كانت غتعيط، والاخت ديالها نكرات انه عيطات لها، بمعنى حتى هي كتكذب. لهذا خداوهم بجوج من اجل الاستنطاق. ملي وصلوا داروا الام بوحدها في واحد الغرفه وداروا الابن بوحدو في واحد الغرفه، وبداو الاسئله مع الام. بداو كيسولوها اسئله واضحه: علاش ما سولتيش على سعاد ملي غابت؟ انت كتعرفيها 3 سنين هادي، علاش ما عيطتيش ليها ولو غير تسولي فيها؟ حيت ملي سولها واش عمرك سولتي فيها، والبنت غبرات، هي موالفه كل 3 ايام يومين كتعيط لها تجي عندها للدار. من بعد ما وقعت الجريمه ما عمرها ما عيطت لها، حتى فاش قلبوا التليفون ديالها لقاوها ما عمرها ما عيطت لها. هنا هادشي كيدخل الشك. الام هنا بقات ساكته، بقات ما بغاتش تهضر، شويه بدات كتهضر بعصبيه. واحد الوقيته هي تقول لهم انا ما عندي حتى شي علاقه، سيروا سولوا ولدي. هنا بدات كتبان خيوط ديال الجريمه. مني قالت سيروا سولوا ولدي بمعنى عندهم شي علاقه. يوسف رجعوا لعند ولدها، الضغط بان يوسف انه مضغوط من وجهه،
بدا كيكمي كارو مورا كارو. الضابط اللي كان كيسولو لاحظ انه السيد متردد، كيزيد كل مره كيزيد كيسولو، كيزيد كيتردد، كيسولو على الطوموبيل، على الدم، على العلاقه ديالو بسعاد. بدا هاد يوسف هذا كيتناقض في الاقوال ديالو، وبقاو مزيرين وما بغاوش يتفاهموا معاه. بقاو معاه تقريبا شي 4 سوايع ديال الاستنطاق. شويه هو ينهار وبدا كيعاود القصه اشنو واقع فيها. يوسف قال لهم انه الام ديالو من زمان وهي كانت كتشك انه كاينه شي علاقه بين الاب ديالو وسعاد الخدامه، وكانت كتشوف فيها ديما خطر على استقرار العائله ديالهم، خصوصا انه الحاج دريس كان ديما كيهتم بها اكثر من اللازم. كان كيوصلها للدار، كان ديما كيزيد لها في الفلوس، كان مره كيشري لها الحوايج ويعطيها الفلوس اللي تعطي لوالديها، وكان ديما كيسول عليها. نهار الجريمه الحاج دريس كان مسافر، سعاد جات تخدم كما العاده، والام بدافع الغيره والشك بدات كتسولها بطريقه عدوانيه على العلاقه ديالها مع الحاج دريس. سعاد هنا نفت بشكل قاطع اي علاقه غير شرعيه عندها مع الحاج، وقالت انها كتجي غير تخدم وتدي الرزق ديالها بالحلال. بداو بجوجهم كيتغاوتوا. الام عيطت لولدها يوسف وقالت ليه اربطها، وفعلا داكشي اللي داروا، شدوها ربطوها من يديها ورجليها فوق واحد الكرسي، وبداو كيضربوا فيها باش تعترف. سعاد كانت كتبكي وكتنفي، والضرب كل شويه كيبقى يزيد. وحسب الاقوال ديال الطبيب الشرعي من بعد انه الضغط الدموي ديال سعاد هبط بشكل حاد نتيجه الخوف والعنف، وهذا الشيء اللي ادى لتوقف القلب ديالها، وهذا هو اللي كان سبب ديال الوفاه ديالها. ما كان لا اغتصاب لا اثر، ما كاين حتى شي اثر على الاغتصاب او على علاقه غير شرعيه. سعاد ماتت نتيجه ضغط الصدمه والعنف الجسدي، ما كانت حتى شي حاجه اخرى اللي ادات للوفاه ديالها. الحاج دريس حسب الاقوال ديال ولده يوسف ما عنده حتى شي علم بالجريمه، رجع من السفر ولقى الوضع عادي، حيت الام والابن ديالها نقاو الدار وما خلاو حتى شي حاجه اللي كتبين انه السيده تقتلت عندهم في الدار. هما من بعد ما تاكدوا انها توفات تخلعوا، خباو الجثه في واحد البيت عندهم تما تحت واحد الدروج، خلاوها حتى الليل، هزوها داروها في الطوموبيل ومشاو بها للمخرج خارج المدينه ولاحوها، وتما فين شافوهم دوك العمال وقالوا شنو كاين. من بعد الاعتراف ديالهم تعلمت النيابه العامه بمحكمه الاستئناف بالوقائع كامله. الام والابن ديالها توضعوا تحت تدابير الحراسه النظريه، مشاو داروا اعاده تمثيل الجريمه، والنهار الاخر عمروا لهم المحضر ديالهم وقدموهم امام قاضي التحقيق. الاتهامات كانت واضحه وكانت باينه ضدهم، كانت الحجز غير القانوني لشخص، تعذيب المفضي الى الموت، وتغيير معالم الجريمه، وصدر في حقهم بزوجهم السجن لمده 25 سنه لكل واحد فيهم. سعاد الخدامه النقيه اللي كانت كدي رزقها بحلال وبجهدها ماتت غير حيت الشك ما كان عنده حتى شي ساس. الغيره هي اللي ادت بالوفاه ديال سعاد. حسب هذه القصه ممكن توصل لابعد نقطه، وتقتل بريء ما دار حتى شي ذنب. نتمناو من الله الرحمه لسعاد ولجميع اموات المسلمين. وهنا مشاهدينا الكرام كنوصلوا لنهايه القصه ديالنا ديال اليوم، والى قصه قادمه ان شاء الله.